السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. لو انتوا بتشوفيني لأول مرة، اسمي رشا النشاوي وده قناتي. ان شاء الله لما بعد النهارده وصفة من صفات شهر رمضان الكريم، وكل عام وانتم بخير. وهي ميكس كنافة مع جلاش. ميكس كنافة مع جلاش والحشو كاستر زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. تقدري لو انت شغالة اونلاين تضيفي الصنف ده للمنيو بتاعك. تقدري كمان تطلعيها بالصينيه كامله او تطلعيها بالقطعه زي ما انت شايفه كده، يعني تبقى متاحه معاكي في كل حاجه. وكمان لو انت ست بيت تقدري تطلعيها كمان هديه لو انت راح تفطري عند اي حد، او تعمليها لبيتك بكل سهوله. ان شاء الله اقول كل تفاصيلها وكل تريكاتها، بس يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نسمي الله ونبدا في المقادير. مبدئيا هنا لازم نجهز الشربات او السيرب او الشيره علشان يكون بارد. معانا 400 جرام سكر ومعانا 200 جرام ميه. الطريقه الصحيحه يا جماعه ان انت تغلي الميه الاول، او تسخنيها قبل ما تحطي فيها السكر. تغليها على النار، بعد كده تحطي فيها عليها السكر وتدوبيها بالشكل ده، وبعد كده تحط عليها معلقه كبيره عسل جلوكوز ونص ليمونه. تمام، هتحطها على النار بعد ما تغلي، بتسيبيها 7 دقايق وبعد كده هتطفي عليها. تمام، وهيكون هو ده الشكل بتاعها في الاخر. انا حبيت اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا القوام بتاعها. ده يا جماعه لازم الشربات بتاع الكنافه او الجلاش لازم يكون تقيل وبارد. تمام، بعد ما نزل من على النار هحط عليه ذره الفانيليا وهسيبه في جنب يبرد زي ما انتم شايفين. بقى كده نبدا نشتغل في الكنافه والجلاش. معانا 400 جرام كنافه، وبعد كده معانا 200 جرام سمنه، ومعايا 80 جرام سكر مطحون، ومعايا هنا 800 جرام حليب او لبن، ومعايا 80 جرام كاستر، ومعانا 400 جرام جلاش. هنا بقى في التوقيت ده احنا هنحط اللبن على النار يغلي على الهادي على ما نجهز مع بعض الكنافه. جبت كنافه وهبدا ان انا اقطعها بالشكل ده. كنافه يا جماعه لازم تكون كنافه شعر. تمام، هنبدا ان احنا نقطعها بالشكل ده، وبعد كده احط عليها السكر واقلبها بالشكل ده. تمام، انا مش عايزاها تكون متفتفته خالص. لو كنافه عندك في الفريزر تطلعيها تفك، وبعد كده تبداي ان انت تقطعيها. بعد ما قلبت فيها السكر بالشكل ده هبدا احط عليها السمنه ساحه. طبعا السمنه كانت ربطت مني او عشان الجو برد او جملت بالشكل ده. طبعا سيحتها تاني وكملتها برضو، لازم احط كل المقدار. تمام، بدات ان انا اقطعها بالشكل ده واقلبها، يعني ما يكونش حجمها اكتر، يعني ما يكونش حجمها ناعم اكتر من كده، واقلبها بالسكر والسمنه زي ما انتم شايفين. جبت هنا صينيه مقاسها 30 وبدات ابطنها بسمنه بارده، وبعد كده حطيت فيها كميه الكنافه كلها زي ما انتم شايفين. اهم نقطه هنا لازم ان انت تضغطي على الكنافه مظبوط جدا، وترفعي الطرف بتاع الكنافه علشان لما نحط الحشو ما تتحرقش او تلزق في جوانب الصينيه. جبت انا بقى كيس تلاجه وبدات جبت صينيه اصغر منها او نفس المقاس، واضغط عليها ضغطه جامده جدا علشان يكون شكلها بالشكل ده وتكون مظبوطه معاكي. تمام، جبت هنا بقى كوبايه الا ربع كده ميه، وجبت عليها الكاستر وبدات ان انا اقلبها بالشكل ده. هنا بقى طبعا اللي كنت حاطه الحليب على النار او اللبن زي ما قلت لكم. هنا بقى شايفين ما تحطيش عليه كاستر ولا اي حاجه غير لما تبداي تلاقيه بيغلي. هيبدا يغلي كده وهيبدا يفور، هوب تقومي انت حاطه عليها الكاستر وتبداي تقلبي تقليبتين 3 لحد ما تلاقي الكاستر استوي كده وعمل فقاقيع. تمام، عشان ما يكونش طعم الكاستر باين في الحشو او في الكنافه. الطريقه دي يا جماعه هي الطريقه السهله او الطريقه الصحيحه، ان انت لازم تغلي اللبن الاول لو انت هتعملي الحشو بالمهلبيه او بالقشطه الكدابه او بالكاستر. ان انت تغلي اللبن الاول زي ما انت شايفه كده بالظبط. ممكن تضيفي بقى في التوقيت ده كده معلقه سمنه بلدي او ذره فانيليا، اي طعم انت حباه. قصنصه حليب مفيش اي مشكله خالص، ده بيكون حاجه اختياري. جبت هنا بقى الكنافه بالشكل ده وبدات اصب عليها كل المقدار زي ما انتم شايفين، وده الشكل بتاعها يا جماعه. لازم هنا بقى الحشو او الكاستر او ان كانت مهلبيه لازم تسيبيها لحد ما تبرد تمام. شايفين انا حطيت ايدي خلاص كانت بردت تماما، حطيت الكميه كلها عشان تكونوا عارفين. جبت انا بقى حبيت اقيس نفس مقاس الصينيه بالشكل ده. انا الجلاش انا ممكن تعمليه في الصينيه مقاس 30 او 32، بس الافضل تكون 30. وبدات ان انا اعلم بالشكل ده وشلت الجوانب او الطرف بتاع الجلاش. تمام، هنا بقى نستخدم الجوانب دي يا جماعه او الطرف اللي احنا شلناه ده، احنا طبعا مش هنرميه. انا هقول لك دلوقتي هتعملي فيه ايه. هنا بقى انت حسب ما انت حابه ان انت تحطي بين طبقات الجلاش زبده، تحطي سمنه، تحطي زبده على سمنه، ده براحتك انت. انا بصراحه بحب احط زبده على سمنه، فانا بسيح زبده على سمنه. بحب طعم او ريحه الزبده في الجلاش. حاطط كده اول ورقه فوق الكاستر. طبعا الكاستر زي ما قلت لكم لازم يكون برد تماما ويكون تماسك بالشكل ده.
يكون ما لزقش في ايدي. حطيت اول ورقه تكون سليمه، وبعد كده لميت كل القطع اللي احنا شلناها من طرف الصينيه، وبدات ان انا افردها بالشكل ده. وبين طبعا بين كل جزء والتاني او طبقه والتانيه لازم تدهيني برضو الخليط اللي انت عاملاه، ان كان سمنه او ان كان زبده على سمنه، لحد اخر ورقه. هنا لازم تكون اخر ورقه بس هي اللي تكون سليمه، او اخر ورقتين زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصت المقدار كله بالشكل ده، جبت سكلافر كده او اي حاجه، وبدات ان انا يعني اتني الطرف بتاع الجلاش وادخله لجوه بالشكل ده. شايفين ما فيش اي حاجه صعبه خالص. طبعا لو انت وصلت معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو، تشير الفيديو لكل اصحابك علشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد. وتعليق جميل منك يديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل، وكمان دعوه حلوه في شهر كريم. هنا بقى اجيب السكينه، انا لسه ما حطيتش اي حاجه على الوش خالص، وبدات ان انا اقطعها. حابه تقطعيها على 4 على 8 مش مشكله. انا الحركه دي كده غلط يا جماعه، انا كنت عايزه اعمل كله ربع كمان على 2، فعلمت في الجلاش. فانا بالنسبه لي قطعتها، يعني عملتها 4/4 وكل ربع قطعته كمان نصين. تمام. فانت خدي بالك هنا بقى لازم وانت بتقطعي ما بنزلش الكنافه للاخر. انت بتحسوا طبعا بالسكينه وهي ماشيه في الكاستر او في الحشو، مش لازم ان انت تنزليها لتحت علشان الكنافه احنا مسوينها مظبوط. جبت هنا بقى زبده. انا هنا حبيت اجيب زبده يا جماعه، سيحتها وبدات ان انا ادهن بها الوش بالشكل ده. شايفين شكلها يا جماعه ما شاء الله ما بقالك. هنا بقى بندخلها الفرن سابق التسخين على حراره 180، تاخد اللون الجميل ده من فوق ومن تحت. لو انت لقيتي الجوانب احمرت والوش ما احمرش بتطفى عليها من تحت، بس صراحه هي معايا اخدت اللون من فوق ومن تحت زي ما انت شايفه كده بالظبط. جبت هنا يا جماعه السيرب بعد ما برد حطيته في برطمان، ده كان برطمان عندي مكان عسل جلوكوز، وبدات ان انا افتح فيه فتحات. لازم السيرب يكون بارد زي ما قلت لكم، وبدات ان انا احط فيه بالشكل ده وانزل السيرب على الكنافه. ميكس كنافه مع جلاش، تمام، مش كنافه لوحدها. طبعا الجزء ده يا جماعه انا هنا العيال حد كان واقف جنبي من الولاد او انا غصب عني، تحسي كده ان هي اتخرمت، فجبت قطعه جلاش تانية كانت من وصفه تانية وحطيتها كده على الوش لقيتها باينه، وده اضطريني ان انا اعمل عليها روزيتات، وده شكلها جميل جدا سبحان الله. رب ضاره نافعه فعلا بجد. ده شكلها يا جماعه بامانه والله انا قطعتها وهي سخنه، يعني انا عشان كنت قربها هتقطع وحابه ان انا اكمل لكم الوصفه، يعني عشان قطعتها وهي سخنه. يعني كمان لو بردت هتلاقيها احسن بكتير، كانت سخنه خالص صراحه. انت بالنسبه لي كنت طالعاها اوردر، يعني المفروض تطلع وهي دافيه، تمام. عشان كده ان انا قطعتها. انا طبعا كنت عامله معاها وصفه تانية في نفس اليوم، هنزل لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وطلعتها يعني عملت منها عرض فوري وان شاء الله والحمد لله الحمد لله اتباعت، وبجد وبامانه طعمها جميل جدا. اكيد واضح يا جماعه الكسر مظبوط ازاي، اكيد واضح الكنافه من تحت مستويه، طبقه الكنافه متناسقه مع طبقه الجلاش. هنا بقى علشان الغلطه اللي كانت فيها دي او الخرم اللي كان في الطبق اللي فوق بتاع الجلاش، كان عندي كريمه في الفريزر، اضطريت ان انا اعمل بها روزيتات بالشكل ده. طبعا برضو الكاميرا فصلت في التوقيت ده، فانت التزيين بتاعك انت تطلعيها كده بالشكل ده، تطلعيها بالقطعه، تطلعيها بالصينيه، تاخديها معاكي هديه، متاح في كل حاجه. الكميه دي يا جماعه عملت معايا حوالي عن 2 كيلو وربع، 2 كيلو 300 جرام ما شاء الله اللهم بارك. كده وصفه النهارده خلاص خلصت. ان شاء الله اي استفسار عن اي حاجه سيبولي في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكم. انتظروني ان شاء الله في الايام اللي جايه، وصفات جايه كتيره، وصفات لشهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير. كانت معكم رشا نشا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.